عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل الحلقة بتاعت المرة اللي فاتت. قصينا الدفاية دي. المرة دي ان شاء الله هنشوف هنقفلها ازاي، هنركب الاستيك ده ازاي حوالين داير، وهوريكم التربيعة بنقفلها ازاي بتاعت الارتفاع بتاع المرتبة، وهنشوف كمان المفرش اللي احنا قلنا هنقصه هنركبه ازاي، نركب له ازاي الفراشة اللي هو جبير الفراشة حوالين داير. بصوا هاجي بقى اقفل على مكنه الاوفر. هنا الزوايا دي زي ما قلت لكم هنقفلها كده على بعض اهي. بقفلها من تحت من هنا الاول، وطالما من هنا مظبوطه بقوم امسكها من تحت، يعني امسكها من هنا واقوم مخيطاها لحد هنا لحد الحته دي. خلاص بعد ما اقفلها طبعا الوبره دي كلها هتروح منها اول ما تعمل بالاوفر على طول باذن الله. بعد ما بعملها بالاوفر برجع اخيطها تاني. يعني ايه، بحس بان الاوفر، بصوا هو متين والله وكل حاجه، بس يعني ايه ما اعرفش، بحس ان انا في حته فلتت هنا، بحس ان انا عايزه اعملها تاني بالمكنه. يعني بص الاوفر غارز جواها اهو ومتين، لان هو اصلا الخيط السنج الاوفر، الخياطه ده بتاع الاوفر خيط سنجر مش خيط اوفر. يعني بصوا اهو، بصوا ده اول اتنين شمال دول خيط سنجر، الباقيين دول خيط اوفر. فهي الخياطه خيط اوفر خيط سنجر، يعني اللي بنستعمله في مكنه السنجر. بس برضو بحس يعني بصوا مثلا تيجي والله حلوه، مش يعني مش مفرغه من هنا ولا حاجه، يعني مش محتاجه ان انا اعملها بالخياطه تاني، يعني حلوه متينه. خلاص كده اديني اهو قفلتها من هنا. هقفل الاربع جناب كده زي ما انا قفلتها دلوقتي، هقفل الاربع جناب. بعد ما اقفل الاربع جناب نحط بقى الاستيك ونوريكم الاستيك بنركبه ازاي. بصوا بقفل من هنا الحته دي اللي هي اللي انا عملتها اللي هي التربيعه، بقفلها. لو بصيت هنا في واحده تربيعه اللي هي البرسل بتاعها ده، بصوا البرسل مش نظيف. لقيت لما جيت اقفلها لقيتها مظبوطه من هنا من فوق اهي، من عند السبعه مظبوطه، ولما جيت مشيت كده لحد تحت لقيت ان في حته زياده اللي هي بتاعت البرسل مش نظيف. سبت الزياده دي عشان ابقى اقصها، انما انا عندي هنا مظبوطه. اقوم مخيطاها، اجيبها بقى من هنا من فوق من الناحيه المظبوطه لتحت. هلاقي بقى تحت بصوا في حته زياده اهي، دي بقى دي بقى هقصها. في حته زياده اهي اللي هي بتاعت البرسل المخرم دي هقصها بالطول كله. طيب لما اجي اقيس بقى لقيتها مظبوطه، يعني لما جيت اقيس التربيعه لقيتها مظبوطه 38 زي ما احنا عملناها من غير الحته دي، يعني الحته دي زياده هقصها. بصوا بعد ما قفلتها من الزوايا ماما قالت لي لا اعمليها اوفر عشان تركب لها الاستيك. انت ممكن تركب لها الاستيك عادي من غير اوفر، بس احنا عشان كانت بتنزل كده الوبره اللي بتنزلها دي كانت كتيره، فعشان كده عملتها اوفر كلها حوالين داير من تحت. هنيجي بقى نركب الاستيك على كده على طول. بصوا احنا بنركب الاستيك. اول حاجه دي بدايه الاستيك اهي، سايبين حته كده ومخيطين هنا عليه عشان ما يجريش، وبعد كده حاطينه جوه القماش وتانينه. هي تانيه واحده وبصوا شكلها عامل ازاي، فما بالك بقى لو تانيتين ومش باين خالص الاوفر فيها مع الكشكشه كده مش باين. تعالي بقى وانتي بتخيطي، هي عشان فيها وبره عاليه زي ما انتم شايفين كده مش بتمشي جامد على المكنه غير لما بصي بنشد من هنا بنشدها، لازم تشديها من هنا عشان تمشي. ما شدتيهاش بتلاقي الوبره دي دخلت تحت الابره وعكستنا. بعد ما نخلصها بنقفل هنا الاستيك. الحته دي بنحط الاستيك هنا على الاستيك ونقوم مخيطينه برده ونقفلها. في حاجه تاني، لو بتستعملي مكنه الاوفر في التقفيل زي ما انا استعملت كده، انا عملت كل القطع بمكنه الاوفر، عملت كل القطع اوفر. بصوا فلازم بعد ما تخلصي تنضفيها، لان بصوا من جوه عملت ازاي،
من الوبره بتاعتها عشان ما تبوظلكيش المكنه. يعني اول ما تخلصي على طول تشيلي الوبره دي، لان انا بصوا القطع كلها عملتها اوفر. يعني حتى الحته دي اللي قلت لكم ممكن نعملها بندانه عملتها اوفر. المناديل دي الصغيره او اللي هي مثلا نعمل لها نركب لها جبير برضو عملتها اوفر. الخداديات دي عملتها اوفر من ناحيه واحده اللي انا هركب فيها السوسته بس اللي هي من فوق، انما الباقي كده كده لما بنيجي نقفلها هنقفلها على الاوفر. بصوا دي الحتت الصغيره اللي طلعت من التربيعه هنركب لها الجبير ده اللي هو الفراشه حوالين داير من الاربع جناب ونحطها كانها مفرش للكومودينو. ممكن تركبي لها جبير اعرض من ده، ممكن تركبي لها جبير ورده على حسب المتاح عندك. ده الجبير ده بيجي كده بيبقى فيه حته من هنا تل من فوق بنتنيها تانية صغيره كده ونقوم حاطينه كده عليها من بره بس، واقوم اخيط لف حوالين داير وبعد كده اقفلها. طيب بتاخد قد ايه؟ هي تقريبا 40 سنتي او اقل من 40 سنتي اللي هي المربع ده، 40 في 4 يعني بمتر و60. يعني ممكن تاخد لها مترين الا ربع من الشريط ده الواحده بس من دي. طيب لما باجي هنا ما ببتديش كده من الاول، يعني ما بحطش الجبير كده عليها من الاول، لا بسيب له كده حته من بره عشان اللي تيجي من هنا في الاخر اقفلها معاها. تمام. وانتي بتركبي الجبير دايما اي حاجه بتركبي لها جبير بتسيبيها مريحه شويه، يعني ما بتشديش الجبير وانتي بتركبي، لا بتسيبيه مريح عشان ما يبقاش مشدود. بصوا يعني اسيبه بصوا مهوي كده حته صغيره، حته كده شايفين كده، اعمل له قبه كده صغنونه مهويه. بسم الله. بس تركيبه سهل جدا ما فيهوش اي حاجه ولا في اي اوبشن ولا اي حوارات ولا حاجه خالص. هي الفكره اشده كده من هنا، من هنا اشده وانا شغاله، ومن هنا من قدام اريحه. سواء ركبت الجبير في ملايه، ركبت جبير في مفرش، ركبت جبير في اي حاجه. تعالي بقى في الزوايا دي اعملها ازاي. عندك حل من اتنين، لا اما انت تعملي كسرتين من هنا وكسرتين من هنا بحيث يديكي زي كورنيشه كده. يعني بصي عشان حتى الجبير يلف معاكي، يعني هرجع الحته دي بس ده هياخد منك قماش كتير. بس انا هقرب لكم الكاميرا قوي منها. انا وصلت لحد هنا خلاص، بقوم ماسكه الشريط ده انا عايزه الفه كده، فعشان الفه كده لازم الحته دي كده دي تدخل كده، فبص تبان لي من هنا، من هنا اهي، اهو مظبطه دي كده على دي. خلاص بنت لي من هنا اهي، اهو ماشيه كده عند البوزه هنا، واقوم تانياها بحيث ان انا امشيها كده من هنا من عند السبعه دي على بعضيها، ما تبقاش من هنا مش مرتاحه او قبه او كده اهي. بصوا شايفين كده، انا دي كده هاجي اتنيها كده عشان امشي دي من هنا يبقوا على بعض الاتنين على بعض، وتبقى من هنا مرتاحه. فاهمين كده اهي كده واضحه. اخيطها بقى، انا نازله كل ده بسن الابره، اظبط دي كده اهو، واقوم مريحاها من هنا، اهم حاجه من هنا تبقى مرتاحه، واقوم تانيه دي كده، واقوم مخيطاها البوزه على البوزه كده، واقوم سايبه سن الابره على اولها على طرفها هنا، واقوم لفاها واقوم مكمله خياطه. طيب في حاجه ما اتعملتش هنا، دي بسيبها كده، دي بسيبها كده مفتوحه، لا باجي في الاخر واقوم عاملاها مخيطه السبعات دي كلها، او واخداها كلها حته حته كده واقوم مخيطاها. بس اهم حاجه ان انا ايه اخلصها الاول. عندك حاجه تاني ممكن تعمليها، ممكن تعملي ايه، ممكن تيجي هنا وتقومي مكسره كده كسره وكسره، تمام، وتخيطيها وتلفي
وبعد كده تقومي كسره قبالها العكس، وكسره تاني العكس، وتقومي حطاها، فبتديكي من هنا شكل بصي كورنيشه كده، يعني هنا مكرنشه، بس دي بتاخد قماش اكتر، ودي ليها شكل ودي ليها شكل، يعني مش الاتنين نفس الشكل. بصوا في القفله الاخرانيه دي، شايفين الحته اللي انا كنت سايباها من الاول دي؟ انا هتنيها كده تانية فوق تانية، وممكن كنت اعملها كده من الاول قبل ما اركبها، هتنيها تانية فوق تانية، واقوم حاطه دي عليها كده اهو. القفلات دي ليها اكتر من طريقه، يعني شوفي انت ايه كل واحده والطريقه اللي تعجبها في القفله بتاعت المربع. بصوا بعد ما قفلتها كده هاجي اقص دي ازيد شويه، ازيد سنه صغيره عشان اعرف اتنيها تانية فوق تانية، او ماسكه دي كده او متنيها كده تانية فوق تانية، بحيث تتساوى بالخط ده، ما تبقاش ولا طالعه ولا نازله. هم خيطوها طبعا زي ما قلت لكم، القفلات دي بيبقى ليها اكتر من طريقه، يعني ممكن في حد مثلا ما يقفلهاش القفله اللي انا قفلتها دي، يقفلها قفله تانية اهي. اهي نيجي بقى للحتت اللي احنا قلنا سايبينها دي، اللي هي الزوايا اللي احنا ما عملناهاش. بصوا اهي بعملها ازاي، باجي هنا وبقوم مخيطه الحته دي، وباجي هنا بقوم مخيطاها، يعني بصوا الحتت اللي بتبقى مفتوحه فيها اللي هي الحته دي، الخط ده والخط ده، فبقوم مخيطه الخطين دول كده. انا ثبته من هنا، يعني من هنا من فوق مفيش اي حاجه باينه خلاص. دي الزوايا بتاعه المفرش. انا ممكن زي ما قلت لكم اعمل حاجه تانية، ان انا اعمل كسرتين من هنا وكسرتين من هنا وخلاص، وهاجي في الاخر نفس الحكايه بعد ما اقفلهم مع بعض واقوم عامله كسرتين من هنا وكسرتين من هنا، وبيبقى شكله احلى، اللي هو اللي فيه الكسر كده بتحسيه كانه ايه معمول له كرانيش، وده برده شكله شيك. بصوا شكله برده مش وحش، شكله حلو. بصوا اهو ده المفرش، بصوا ده كده بعد ما خلص. دلوقتي هنقفل الخداديات، هنركب السوسته للخداديات وهوريكم بنقفلها ازاي. ده الدواس العادي اللي كان في المكنه شلته، وهنحط دواس السوسته. بصوا دواس السوسته اهو، ده الفرق بينهم، بصوا الفرق، ده الدواس العادي وده دواس السوسته، بيبقى ليه فتحه واحده كده. بركبه ازاي؟ بفك المسمار اللي احنا بنغير منه الدواسات، ده هنا في مسمار بنغير منه الدواسات، انا قلت عليه قبل كده، بدل ما اقعد افك هنا المسمار واربط، لا بشد ده كده على طول وبقوم مركباه، بغير بقى اي دواس انا عايزاه، دواس السوسته، دواس البرم، دواس القرنشه، اي دواس بنغيره بنفس الطريقه دي. المسامير دي انا قلت متاحه عندي لاي حد ياخدها مجانا من غير اي فلوس، دي بطلعها رحمه على بابا الله يرحمه، عشان اي حد يشتغل بقى على المكنه وتريحه ويدعي له دعوه حلوه. هنا الخداديه اهي، ده وش الخداديه، وده ظهر السوسته ليا ووشها اهو. احط الوش على الوش واحطهم كده على بعض واقوم مخيطه. بسم الله. الفتحه اللي في الدواس دي من هنا من قدام هيقابلها السوسته، فكده هتبين لي بس السوسته، مش هتبين لي اي حاجه تاني جنب السوسته، يعني حته السوسته اللي في النص بس هي اللي هتبان، انما الحتت دي اللي هي في جناب السوسته دي القماش ده لا مش هيبان. بسم الله. هركب السوسته دي في وش الخداديه، يعني حته اهي في وش الخداديه، والحته الثانيه في السوسته اللي هي الناحيه دي هركبها في ظهر الخداديه، يعني نص السوسته هيبقى هنا والنص الثاني هنا، وهقص انا بركب على قد عادي، يعني على قد الخداديه بالظبط. دي خلاص ركبناها. بصوا لما تيجي تعدليها كده، بصي مفيش اي حاجه بتبان منها غير ناحيه السوسته بس هي اللي بتبان. انت عايزه تزودي ماشي، وعايزه تمسكيها كده
وتقومي مخيطه تاني هنا براحتك، هنا براحتك، مش عايزه خلاص سيبيها كده، هي كده حلوه. هاجي بقى زي ما هي كده اهي، زي ما هي، واقوم حاطه بقى الظهر اللي هو ده برضو من نفس المكان اللي انا عملت منه الاوفر اهو، احطه كده الوش اهو، احط الظهر ده عليها كده تمام كده اهو، واقوم مخيطاهم بنفس الدواس في نفس الاتجاه اللي انا شغاله بيه، يعني مش هغير اي حاجه. طبعا ده بيحبسها، بيحبس السوسته جوه. دواس السوسته وظيفته ان هو بيحبس السوسته. خلاص ركبناها اهي، بصوا الشكل. فين السوسته؟ السوسته مش باينه خالص، مش باينه ان انا مركبه سوسته. تعالي بقى نركب الجرار. دي سوست بالمتر. باجي هنا كده عند السوسته واقوم فاتحه السوسته كده سنه صغيره، واجي للجرار اهو. ده الجرار، في حته من هنا مفتوحه من هنا ومن هنا اهي، اللي هي الحته دي. بقوم مدخله هنا سنه صغيره في الفتحه اليمين، وسنه صغيره من السوسته في الفتحه الشمال. خلاص، واقوم زقه كده بايدي. تاني سنه صغيره من السوسته في الفتحه اليمين، وسنه صغيره من السوسته في الفتحه الشمال، واقوم زقه كده. بعد كده اقوم شاده الجرار اهو. دخل جرار اهو، الجرار دخل اهو. اقفلي كده، بتفتحي اهي، وكده بتقفلي بكل سهوله. السوسته يعتبر متداريه، كأن مفيش سوسته، كأنها مش باينه. طيب بعد كده اعمل ايه؟ اقلب كده الدفايه كده على ظهرها كده، واقوم ماسكه من هنا، من عند السوسته هنا، واقوم مخيطه كده. بصوا شايفين الحته دي كده؟ فورماتوره هنا كبيره قوي رايح جاي عشان تقفل السوسته من هنا ما تفلتش في اي وقت. واقوم مخيطه كده حوالين داير المربع بتاع الخداديه. بس هو ده اللي انا هعمله. طبعا ده هعمله على الاوفر، بس الاول هعمل حته الفورماتوره دي اللي هنا على المكنه بتاعه السنجر، لان الاوفر ما فيهاش الفورماتوره. كويس كده رايح جاي. خدي بالك عشان ايدك وعشان المكنه. ممكن اخيطها للاخر وبعد كده اعملها اوفر عادي اللي هو ال3 فتله، وممكن اعملها اخيطها ما اخيطهاش واعملها اوفر 5 فتله. يعني انت براحتك، شوفي انت المتاح عندك ايه. يعني وصلنا للاخر اهو. قبل الاخر بشويه بقوم موقفه، قبل الاخر بسنتي كده انزل الابره واقوم لفه القماش تمام اهي كده. بصوا انتوا لو لاحظتوا هتلاقي القماش بالظبط الظهر على الوش، مفيش اي زياده. كده خلصنا الدفايه وخلصنا الخداديات وخلصنا المفرش اللي هو بالجبير حوالين داير. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.